الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحتى عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجاني حتى بدا لهم شموس المعرفة رأوا مقدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من هذا المقامات العلا محمد سيدي كل المقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهجاء يأخذ من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفم يكشف الغطاء احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية وثاني كلية شخصيات والأول إما مصور وإما مهمل والسر كليا وجزئيا يرى وأربع أقسام حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعد أو شبه جلا وكلها مجابات وسالبة فيا إذا إلى الزمان أيبا والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول فشرطه الإيجاب في سكراه وأن ترى كلية كبراه والثاني أن يختلف في الكيف ما كلية الكبرى له شرط وقع والثالث الإيجاب في سكراهما وأن ترى كلية إحداهما ورابع عدم جمع الخصتين إلا بصورة ففيها تستبين سكراهما مجابات جزئية كبراهما سليبة كلية فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد انتجا وغير ما ذكرت لا ينتجا وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجاز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين ثم الصلاة والسلام سرمدا
على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه ثقاتي السالكين سبل النجاة ما قطع الشمس النار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى